هنتكلم على المطبخ اللي موجودين فيه ده. المطبخ اللي موجودين فيه ده من خامة البوليلات مع الاتش دي طبعا، ويد بروفايل محزم بالكامل. المطبخ لما بيكون لحد السقف بيكون الاستورج بتاعته بتبقى مناسبه جدا وحلوه جدا لست البيت. طيب هنتكلم على توزيعه المطبخ من اول مثلث الحلقه. معايا هنا مكان للثلاجه، خدنا الاكل من هنا حطيناه على الحوض، خدناه من الحوض حطيناه على مكان للبوتاجاز. عالج مشكله الادخنه ازاي؟ تحط بلور بره المطبخ، بتاخد قطعتين، بتحط القطعه الجريلا الاولانيه هنا والجريلا الثانيه بتبقى موجوده فوق البوتاجاز، مبيبقاش فيه ادخنه. نتكلم على توزيعه المطبخ. توزيعه المطبخ معانا هنا الميكروويف، هنا ستورج 3 ادراج خضار، معانا هنا برضه 2 دور للحلل، معانا هنا تخزين تحت حوض المطبخ. باشمهندس ايه انسب مكان لوضع الحوض؟ بيكون تحت الشباك، وتبعد البوتاجاز عن الشباك لاسباب كتير شرحتها في كذا فيديو. معانا هنا 2 دور، درج للمعالق ودرج تخزين ودرج تحت كبير برضه للتخزين. معانا هنا يونت برضه للتخزين، معانا هنا مكان للبوتاجاز، معانا هنا برضه درج، معانا مكان للديب فريزر، معانا مكان للثلاجه. الاستورج اللي موجوده فوق دي بالكامل تبقى مناسبه جدا لحد السقف. ست البيت ما بتتخنقش في المطبخ، يكون فيها كميه تخزين محترمه جدا.